ألسنا نحن القائلين يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. البحر نصف البطولة استقبلت أحد الملاحقين شبيبة سكيكدا في لقاء تشابهت فيه المعطيات إلى حد بعيد، واختار عشاق الموب والإدارة دخول الملعب بمعية الصغير آدم مدورن لإيصال نداء الإعانة. وما إن أعلنت صافرة الحكم عبيد شارف بداية المرحلة الأولى، حتى شن أصحاب الأرض والجمهور سلسلة هجمات ببناء تكتيكي قصد زيارة شباك ماتياس عن طريق نوبلي بالقسم ورحال، والمفيد حملته الدقيقة 8 وبطريقة مفاجئة على بعد ما يزيد عن 30 مترا. نوبلي يسدد كرته مباشرة إلى الشباك. هدف أول وأخير في نفس الوقت، لأن أشبال بسكري حاولوا بعدها تكرارا ومرارا بفرص وكرة ثابتة كلها لم تأتي بالجديد، في حين المرحلة ميزها اللعب في الخلف لأشبال غوميز، عكس المرحلة الثانية التي عادت فيها شبيبة سكيكدا قصد محاولة التعديل على الأقل، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت وغيبت معها المراد. من جهتها مولودية بيجايا بحثت عن تعميق الفارق والفوز بأريحية، لكن النتيجة بقيت كما كانت عليها. آخر محاولة في اللقاء لصالح الضيوف عند الدقيقة 87 عن طريق البديل خرزي، إلا أن الحارس بن شريف أصر على نظافة شباكه. هدف ل0 لصالح المولودية و3 نقاط ثمينة تزيد من شهيتها للظفر باللقب الشتوي، ويبقى الهدف الأكبر هو العودة لحظيرة الكبار.